بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. سلام المسيح لكل العالم ولكل أحبائي في كل مكان ولكل إخوتي أيضا. في شهر 6 كنت نزلت لايف وبترجى يعني إن كلنا نكون واحد، أرثوذكس كاثوليك بروتستانت، احنا اولاد يسوع. وكذا حد من ولادي ولا سيما ان هم مقيمين في الخارج وامريكا بالذات قالوا ان هم اتجوزوا جواز في كنيسه بروتستانتيه انجليكانيه، يعني حاجه زي كده. يعني صحيح خرج من لساني لفظ كلمه زنا. انا عايز اقول كلمه زنا مش بمعنى الدعارة أو القذارة أو خلافه، أو بسب أو بشتم حد أو بتهم حد بازدراء أو خلافه أو تكفير، لا. أنا بتكلم على كلمة زنا هنا بمعنى يعني خرج عن الطور الأرثوذكسي. علشان كده ليه؟ الكنائس التانية الغير أرثوذكسية لا تؤمن بالأسرار السبعة، منها سر الكهنوت. وما دام ما فيش سر كهنوت، فأي سر أو أي عمل يقام بدون سر الكهنوت، هقول تاني، ليس فيه الروح القدس. يعني لا معمودية ولا تناول ولا زواج فيه الروح القدس، لأن الروح القدس بحل بالصلاة العقيدية الإيمانية الإنجيلية الكتابية التي تتم بالكهن المشرطن. فكلمة لفظ زنا أنا قلتها تعبيرا قد يكون أنا بعتذر عن اللفظ، لكن عقيديا وإيمانيا أنا بقول أهو لكل إنسان تزوج غير أرثوذكسي زواجك ليس فيه الروح القدس. ده كلام مين؟ الكتاب المقدس، مش كلامي أنا. علشان كده أنا لما اتكلمت الفترة اللي فاتت، لا أنا بتكلم عن احتقار أو ازدراء، ولا أنكر الزواج أن هناك ارتباط مدني، لكن ارتباطك يا أخ يلي ارتباط بعيد عن الكنيسة، ارتباط الكنيسة لا هتناولك ولا تتعامل مع الكنيسة إلا لما تصلح اللي انت عملته، سواء المعمودية أو التناول. ده الكلام يعني من وجهة النظر. الكلام ده يعني نظري كنسيا عقيديا، لكن ليس من وجهة نظر لا هي لا قانونية ولا مدنية، لكن كنسيا هذا الزواج ليس فيه الروح القدس. وبالتالي أناشد وأترجى الجميع أن يصلح هذا الأمر تماما. وقلت قبل كده كذا مرة يا جماعة اتفضل مارس الأسرار الكنسية السبعة، أهمهم الأربعة: معمودية، ميرون، اعتراف، تناول، وانت حر كده، انت على طريق السليم. صلي ان شاء الله في الجبل، صلي ان شاء الله في البحر، في اي مكان، اتعامل مع ربنا ما دمت انت بتمارس الاسرار المقدسة. ادي الكلام اللي انا بقصده، والكلام ده عشان اطيب خاطر الناس اللي زعلانة والناس اللي بتخبص ناس والناس اللي داخلة في الفتن. احنا عندنا فتن ولا عندنا خلافات ولا لينا مصالح عدائية مع اي حد ايا كان وضعه ايه. ده الكلام اللي عايز اوضحه عشان اي حد ينفخ في النار وفاكر نفسه ان يحدث خلاف او مشاكل، لا، اقول له ربنا يديك نعمة والروح القدس يعمل في قلبك وفي حياتك حتى نقف جميعنا امام الديان العادل ونحن مرفوعي الرأس وقلوبنا نحو الرب وإيماننا قوي وثابت أرثوذكسي. ربنا يدينا ويديكم نعمة، لأنها كل كلام مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.